هذا كرتون وقت المغامرة، كرتون يظن أغلب الكبار أنه مجرد شيء تافه وللأطفال، ولكن الحقيقة هو تحفة خيالية تضم مجموعة من الحلقات والأشياء الرهيبة. ولذلك صممت هذا المقطع خصيصا كي نعطي نظرة عنه، والأهم ليش هذا الكرتون أسطوري ويستحق أنك تشاهده. طيب، لو دخلنا على كارتون نتورك الآن سنراها في عالم موازي تماما، مجرد عروض تافهة وبدون أي قيمة تعرض للأطفال. وفي الجانب المقابل هنالك بوس وعملاق تحت اسم وقت المغامرة، وبالتحديد فيونا وكيك الذي يعرض على منصة HBO Max. ودين كم كان شيئا مثاليا وجبارا، دمر ساحات الكراتين الأخرى، فحرفيا الحلقات والرسم والصوت كل شيء كان أسطوريا، والذي كان عبارة عن عالم موازي من وقت المغامرة، لكنه هذه المرة يركز على النسخة الأنثوية الخاصة من بين البشري، واسمها فيونا، وأيضا نسخة قط من جيك. لكن الجديد في هذه السلسلة هو أن فيونا وكيك يعيشون في عالم ممل بلا سحر أبدا، ولكن تجري مجموعة من الأحداث تغير كل شيء، وتحول هذا العالم من عالم ممل إلى عالم مليء بالسحر والمغامرات. وكل حلقة تدخلك في عالم جديد وأحداث جديدة جنونية بنفس روح المغامرة، لكن هذه المرة بنضج أكبر. حسنا، أنا لن أدخل في التفاصيل كثيرا كي لا أحرق عليكم، لكن ليش يعتبر هذا الجزء هو أفضل جزء من كرتون وقت المغامرة؟ لأنه بكل بساطة عرض لنا جانبا آخر من كرتون وقت المغامرة الذي نعرفه، وأيضا أكمله وبشدة، وأجاب لنا عن العديد من الأسئلة التي لطالما حيرتنا على قناة كارتون نيتورك، حيث أنك في التلفاز تجد نفسك تشاهد حلقة غير مرتبطة بالحلقة التي تليها، تكررها دون أن تشعر، وهذا يصيبنا بالملل. لكن هذا الموسم فجر وغير كل شيء، حيث حمل معنى وقصة وفلسفة رائعة. وأنا لن أنسى وسوف أظل أتذكر دائما تلك اللقطة التي فاز فيها الليتش وقتل كل البشر، لكنه يشعر بتأنيب الضمير ويبقى وحيدا، وفي الأخير يذهب عند جلوب ويتعداه ويشكو عليه. لماذا؟ لكن كان رده غير متوقعا، وحرفيا هذه اللقطة بالضبط هي من حمستني أن أكمل هذه السلسلة وأشاهدها. ولم يمض إلا قليل حتى فوجئنا بموسم ثاني من فيونا وكيك، والدين مجددا كم كان رائعا جدا، وحرفيا هذه المرة أجاب عن كل شيء والتفاصيل التي لم نكن نعرفها عن هذا العمل، وبالخصوص تعمق في قصة وقت المغامرة الأصلية، وأجاب عن ماضي بعض الشخصيات كتلك الساحرة الخضراء، حيث وبكل اختصار أنها كانت فتاة صغيرة تحب الصيد، وفجأة رآها صياد واعتنى بها وتبناها هو وزوجته، وتعلمت منه الصيد ومهارات البقاء. لكن وفي يوم من الأيام احترق بيتهم ومات كل من أبويها بالتبني، ورجعت الساحرة وحيدة مجددا. هيم يا رجل، حتى هذه الشخصية في العرض الأصلي لم تظهر حتى لو مرة أو مرتين أو أكثر، وتعمقوا لنا في قصتها وأعطونا نبذة عنها وعن طفولتها، وأيضا أجابنا عن كل شيء كالتاج وبيتي وجلوب والعوالم المتوازية والعديد من الأشياء. لن أحرق عليكم أكثر حتى تكتشفوا بنفسكم، لكن والله هذا الكرتون أسطوري ويستحق المشاهدة، بل وحتى أنه نافس الإنميات المشهورة في عصرنا هذا. وخلاصة لهذا المقطع، فإن من بين كل مسلسلات الكرتون الحديثة والقديمة فكرتون وقت المغامرة يبقى أفضل شيء شاهدته عيناي منذ ولادتي، وهو حالة استثنائية ورهيبة، ليس لأنه ممتع فقط، بل لأنه عمل استطاع المزج بين العمق والخيال والواقع والفكاهة.
وتقييمي له هو تقييمكم جميعا، وهو 10 من 10. لا 100 من 10 يا أخي. وأود منك أن تكتب في التعاليق هل أنت متفق معي أم لا. ونعم، نعتذر عن السحبة مجددا التي طالت لأكثر من شهرين. نعم يا رجل، شهرين. الآن عدنا لكم، والقادم أفضل بإذن الله. انتظرونا وانتظروا الفيس كاب. والسلام عليكم.